الشان في بلاد الشان هي الجملة المتداولة بكثرة هذه الأيام في دولة الجزائر. كما هو معلوم للجميع فإن بطولة الشان ليست ذات أهمية كبيرة في إفريقيا كما هو الحال بالنسبة للكان، ولكن ما أعطاها هذه الأهمية هو الضجة الإعلامية التي تمت إثارتها بخصوص هذا الموضوع سواء في الجزائر أو في المغرب، وكذلك طموحات البلدين القريبة والبعيدة المدى. يكفي أن تقوم بتصفح مواقع التواصل الاجتماعي حين ستدرك أهمية الموضوع بالنسبة للبلدين. هذا الشيء غادي يخليك تتساءل شنو هي أهمية الشان بالنسبة للمغرب والجزائر، وشنو هو سياق عدم مشاركة المغرب في هذه البطولة القارية، وما هي نتائج غياب المغرب عن الشان. افتتحت الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحليين يوم الجمعة بحفل مبهج وبحضور شخصيات رسمية ورياضية، بعدما قام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بسحب مهمة تنظيم كأس إفريقيا سنة 2025 من دولة غينيا بسبب عدم جاهزيتها لهذا الحدث الكروي القاري. تقدمت عدة دول بطلب تنظيمه والتي من بينها المغرب والجزائر. وجدت الدولتين نفسيهما أمام تحدي جديد والذي يعتبر ضمنيا فوز إحداهما بتنظيم هذه النسخة انتصارا معنويا لما يحمله من قوة رمزية، ولهذا الغرض لا بد من الاستعداد والإعداد القبلي للفوز بالتنظيم. فالجزائر تنظم بطولة الشان، ونجاح تنظيمها لهذه البطولة مرتبط إلى حد كبير بإمكانية فوزها بتنظيم كان 2025، وفي حالة فشلها في التنظيم وارتكابها للأخطاء في بطولة الشان فإن فوزها بتنظيم الكان مستبعد. ومن تنظيمها لهذه البطولة كذلك تبرز الجزائر مدى جاهزيتها لتنظيم كان 2025. المنتخب المغربي هو بطل آخر دورتين من بطولة أفريقيا للمحليين الشان. المنتخب المغربي فهو حامل اللقب للنسختين السابقتين من الشان للمحليين سنة 2018 و2020، وغيابه في شان 2023 يحرمه من الحفاظ على لقبه، كما يجعل البطولة فارغة من محتوى التنافسي، حيث إن مشاركة حامل اللقب السابق يجعل لها طعما خاصا. وكان غياب المنتخب المغربي نتيجة وقوع خلط للسياسة بالرياضة من جانب الجزائر، والتي رفضت الترخيص لتنقل المنتخب المغربي عبر خط مباشر لطائرة الخطوط الملكية المغربية من مطار سلا المغربية إلى مدينة قسنطينة الجزائرية. ويعود سياق هذا الرفض إلى إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع المغرب يوم 24 غشت سنة 2021. وفي نهار 22 شتنبر من نفس السنة أعلنت الجزائر إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات العسكرية والمدنية المغربية، حيث سبق وأن سافر المنتخب المغربي لأقل من 17 من المغرب إلى الجزائر للمشاركة في كأس العرب، ولكن ليس عبر خط مباشر بل عبر السفر إلى تونس ثم العودة باتجاه عكسي إلى الجزائر، وهو الأمر الذي رفضته الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم هذه المرة، واشترطت تسهيل السفر عبر طائرة الخطوط الملكية المغربية. كما سبق وسافر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى الجزائر عبر خط مباشر لطائرات الخطوط الملكية المغربية، وذلك لحضور القمة العربية المنعقدة في الجزائر سنة 2022. ولكن دولة الجزائر ترفض تكرار الأمر مع المنتخب المغربي للمحليين رغم تعبيرها عن رغبتها بمشاركة المغرب، ولكن عمليا لم تقم بأي شيء يسهل الأمر، بل وغادر عبر حافلته الخاصة إلى مطار سلا في انتظار الحصول على ترخيص للسفر إلى الجزائر، وهو الأمر الذي لم يتم. وقد تعود هذه المسألة على كلا البلدين بعقوبات من الكاف، لكن المتضرر الأكبر يبدو أنه سيكون هو الجزائر باعتبارها البلد المنظم. ومن جهة أخرى قد يتضرر ملفها لتنظيم كأس إفريقيا لسنة 2025. وإلى جانب ذلك فقد قدمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم شكاية لدى الكاف بسبب تصريحات عدائية ضد المغرب ووحدته الترابية، والتي أطلقها حفيد نيلسون مانديلا، والذي تم استدعاؤه لحفل افتتاح الشان. وهذا الشيء اللي ممكن يزيد الطين بلة، ولا يبدو أن هذا في صالح الجزائر ولا في صالح طموحها لتنظيم كأس إفريقيا لسنة 2025. وانت شنو رأيك في هذا الموضوع؟ واش تقدر الجزائر تفوز بتنظيم هذا الكأس؟ في ظل هذا الشيء كامل خلي الجواب ديالك في التعليق، وما تنساش الضغط على زر اشتراك ومشاركة الفيديو، ومع السلامة.